الشيء هذا راه خطير جدا. سيدنا ملي غيشوفك تدير شي حاجه ماشي هذيك راه غيتدخل. مؤخرا رصفت لك رساله تيقول لك فيها تيخصك تبذل مجهودك باش تحافظ للمواطنين على القدره الشرائيه ديالهم. فما يمكنلكش السيد رئيس الحكومه يعني تتجاهلنا، تتجاهل المجتمع، تتجاهل الفقراء والمساكين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ويكشف عن رسالة ملكية عاجلة. قبل أن نبدأ نرجو الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك وترك تعليق محفز. تستحيي شي شويه السيد رئيس الحكومه، وقابل شغلاتك عوض ما تبقى تعتبر شماعه عبد الاله بن كيران وحزب العداله والتنميه تبقى تذكروا بسوء. راه هذا الشيء لن ينفعك في شيء. وانتبه لهذاك المواطنين، انتبه. علاش تنقول لك انتبه؟ لاننا عشرة السيد تنعرف هذا المنطق. مع الاسف الشديد اذا كان الانسان تاجرا فقط، تجار، اذا كان تاجرا، تاجر كيشوف الارباح، ما كينتبهش للحاله ديال الناس. الحاله ديال الناس شنو هما، شنو حكايتهم؟ خاصك تنتبه للحاله ديال الناس. ملي تشوف الناس تيخرجوا لك في الفيديوهات يتكلموا معاك على المطيشه والبصله، ما بقاوش يتكلموا معاك على المحروقات، كيتكلموا معاك على المحروقات وكيتكلموا معاك على المطيشه والبصله وخيز والبطاطا الى اخره. ملي تشوف هذا الشيء هذا خاصك تنتبه وتشفق على هاد الناس، وتشوف شنو هي التدابير التي يمكنك ان تقوم بها كي تخفف عليهم. حتى واحد السي اخنوش ما غيطلب منك فوق الجهد ديالك، حتى واحد. ولكن الناس راه اليوم ما بقاش، راه ولاو كل شيء تيتكلم وكل شيء تيسمع وكل شيء تيروج الكلام وتيبلغوهم التفاصيل ديال القانون ديال الماليه، ديال المداخيل ديال الدوله، ديال الفائض، ديال وتيسمعوا داك الشيء وتيردوه. وانت دابا ما كتبذل مجهود باش تخفف عليهم، ما كتخرج تشرح لهم. على الاقل خصك تخرج تشرح لهم، او لا الا كنت ما عطاكش الله سبحانه وتعالى البيان، هادشي ممكن فهمتيني ولا لا؟ شوف شي واحد اللي غادي يكون كيتكلم مزيان يخرج يشرح للناس شنو واقع ويكون معهم صادقا. دابا راه كاين واحد الاشكال كبير في السياسه. شنو هو الاشكال الكبير؟ الاشكال الكبير السي اخنوش هو ان الدور ديال الحكومه الاصلي في المغرب ما كتقومش به انت والحكومه ديالك. اشنو هو الدور الاصلي ديال الحكم في المغرب، ديال الحكومه في المغرب؟ الحكومه المغرب الحمد لله عنده الملك ديالو، والملك ديالو عنده الستاف ديالو، كلشي كيعرف هذا الشيء. الستاف ديالو اللي تيدبر الشؤون ديال الدوله، والحمد لله على لطف الله. ولكن الحكومه عندها دور. اول دور عند الحكومه انها واسطه بين المواطنين وبين المؤسسه الملكيه. فما يمكنلكش، تيخصك هذا الدور هذا هو الاساس تقوم به. انت اللي مفروض تفهم، تشرح، تهدن. اذا كانت شي ضربات تمتصها، ايوي هذه هي السياسه السي اخنوش. ماشي السياسه هي انا ما غنقولكش علاش كتضاعف الثروه ديالك. المغاربه كلهم تيقولوا لك الله يكمل عليك بخير، وان كان انا شويه ما منزعج حيت كنشوف باللي هذا التضاعف ربما يكون عنده بعض الاسباب اللي ماشي هي هذيك. وراه السي بوانو ما عرفتو فين مشى، راه السي بوانو يعني راه دار توضيحات مؤسفه في البرلمان. انا ما بغيتش نسمع داك الشيء على الحكومه ديالي. ما يمكنش على حساب المبادئ والقيم. التضارب ديال المصالح ما يمكنلوش يكون، ما خصوش يكون، سواء تعلق الامر
بالمحروقات أو تعلق الأمر يعني باللحوم، أو تعلق الأمر بأي شيء. وراه الإشارة ديالي كافية، راه داك الشيء كاين في الكلام ديال السي بوانو بكل وضوح وبكل صراحة. أنا كنقول لك أنه الدور ديالك اليوم هو تقوم بهذا الدور هذا على مستوى الدولة وتبذل مجهود. كيفاش هذا الشيء دابا؟ هاد الناس اللي كنسمعوهم كيتكلموا، كيخرجوا الرجال العيالات، اللي كيتكلم بالشلحه، اللي كيتكلم بالعربيه، اللي كيغني، اللي فهمتيني ولا لا؟ انا ملي كنت ما نعرف واش انت ولا شي وحدين اخرين دائما مصيفطين لي الناس لباب الدار كيحتجوا عليا وكذا الى اخره، مع ذلك كنت يعني انا انا المعطلين كاع اعترضوا الطريق ديال السياره ديالي، وكاين اللي يطلع فوق السياره الى اخره، كل شيء هذا الشيء. ولكن الحمد لله كنت كنحاول، فهمتي، حتى يعني ذاك الاشكاليات كلها هي كتصفى، وباللي جات الانتخابات الناس عاودوا صوتوا عليا بلا درهم بلا جوج. هذا الدور هذا اساسي، هو الاول. سيدنا ملي غيشوفك تدير شي حاجه ماشي هذيك راه غيتدخل. مؤخرا رصفت لك رساله تيقول لك فيها تيخصك تبذل مجهودك باش تحافظ للمواطنين على القدره الشرائيه ديالهم. هذا هو الدور الاساسي ديال الملك في السياسه الداخليه، هو انه يعيد التوازن. فما يمكنلكش السيد رئيس الحكومه يعني تتجاهلنا، تتجاهل المجتمع، تتجاهل الفقراء والمساكين، تتجاهل حتى الاشخاص الذين عندهم اجور وكذا ولاو تيشكيو. فين بغيتي تمشي؟ ما عندك غرض انت تتخلي الاشياء، غنقولوا ماشي انت كاع اللي كتستافد، ولكن كتخلي اللي بغى يستافد بطرق مشروعه وغير مشروعه، او تضارب المصالح او الى اخره، وتتسكت اون بليس. ما يمكنش. هذا الشيء هذا راه خطير جدا. انا كنحاول ننبهك، لان علاش حنا دابا يعني في حزب العداله والتنميه دائما عندنا واحد المعادله، هي انه حنا ننتقدوا الواقع وفي نفس الوقت نحافظوا على الاستقرار. وهذه معادله صعبه، ولكن انت كتزيد تصعبها علينا. البارح كان عندنا اجتماع ديال الامانه العامه، كان واحد الوضع في الامانه العامه غير مريح. عموم الاخوان كيقولوا واش حنا سمحوا لي، شوفوا هذا واش باقي. إذن كلامي راه ماشي كلام ديال المعارض، كلامي كلام ديال الإنسان الغيور. فينا الغيرة على بلادنا. كنقولوا لك أسي خنوش أنت خصك تتدارك، دير هادشي قبل ما نوصلوا للأشياء اللي غتكون صعيبة، واللي ديك الساعات ما غتنفعش فيها أنت، ويمكن ما غننفعوش فيها حتى حنا. أنا تنقولها لكم من دابا الإخوان. أنا عارف بلي التدخل ديالنا في واحد الوقت ساهم في إصلاح الأوضاع، ولكن كنقول لكم راه لا قدر الله إلا مشينا حتى وصلنا لشي أمور ماشي هي هذيك، راه ما غاديش يكون حتى التدخل ديالنا ما غاديش ينفع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى منكم أن تشاركوا هذا المقطع وتدعموه بالجيم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.